تعالي نجاوب على السؤال ده. حد حبايبنا من متابعينا في الخليج: يا دكتور انا خبصت بالدايت بعد ما نزلت وزن كتير، صرت بحاول ارجع ولا اقدر، وعلى طول عايشه على المسهلات اللي هي الملينات بكميات كبيره، بخاف اسمن اتخن تاني ارجع تاني يعني، لان تعرضت للتنمر كبير على وزني، ولما بخبص بالدايت نفسيتي بتتدمر. امبارح خبصت كتير ووزني يومين بخبص، وبقالي يومين بخبص، وحاولت استقر ما قدرتش، ولما ما قدرتش انها ترجع يعني او تفومت، ولان ما قدرتش نزعلت جدا، ولانها خبصت امبارح ونفسيتها زفت جدا. تعالي نجاوب عليك. بعد شهر عليكي من التعب، بعد شهر عليكي من حالتك النفسيه، وما تسمعيش لاي حد يتنمر عليكي، مش محتاجه اقول لك انك حلوه في كل حالاتك. طيب ازاي نرجع ونتشجع ونقول نقطه من اول السطر؟ مبدئيا كده طالما قدرتي وخسيتي مره تقدري تخسي مره واثنين وثلاثه، لان احنا متفقين الدايت للابطال، وانا بطله مره فانا هقدر اكسب في كل محاولاتي. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انتي اللخبطه معاكي عماله تزيد ويوم ورا التاني ورا التالت مش قادره تكنترول وتاخدي الستيب الاولانيه او الخطوه الاولى، نعمل ايه؟ هنبتدي بالسهل فالاصعب. يعني هبتدي اسبوعي بيوم فري ويوم دايت، يوم فري يوم دايت، يوم فري يوم دايت لمده اسبوع. حسيت الاسبوع عدى، بديت ادخل في مود الدايت. تاني اسبوع يومين يومين دايت يوم فري، يومين دايت يوم فري، يومين دايت يوم فري، وهكذا. الاسبوع الثالث اخليهم 3 ايام التزام ووجبه فري، 3 ايام التزام ووجبه، لغايه ما اوصل ان انا اقدر اكنترول من اسبوع ل 10 ايام ملتزم، وبعد كده اخد وجبه فري بتاعتي. يبقى انا دخلت في مود الدايت بالراحه بالتدريج، من غير ما اكتئب ومن غير ما اتضايق ومن غير ما احس ان انا خلاص هلتزم فابدا اعك، هبدا التزم فابدا اعك. لا، يعني الموضوع يبقى على هوايه احسن ما يتم غصب عني. والموضوع سهل وبسيط. لو انت مش قادره تقطعي الحاجه مره واحده، اقطعيها بالتدريج هتلاقي نفسك التزمتي. وانا معاكي لو ليكي اي سؤال اتشرف بيكي.